شيخ أيمن، عندي سؤالين. السؤال الأول، الغني الشاكر أخير عند الله أم الفقير الصابر؟ والله يا أخي اثنيناتهم بإذن الله له أجر عند الله والله أعلم. إنسان غني ويشكر الله سبحانه وتعالى ويتصدق بمال له أجر عند الله، وإنسان يصبر وهو فقير بإذن الله له أجر وراح يدخل الجنة عند الله. يعني فقراء وإنسان المسلمين يصبر وهو فقير بإذن الله له أجر. اللي فوق عندك ضجة. اثنيناتهم بإذن الله لهم أجر عظيم عند الله والله أعلم. إن شاء الله. السؤال الثاني، جد الواحد بده يذكر الله ينعد من الذاكرين؟ والله على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. يعني اذا ذكرت الله قليلا يعني مثلا، او ذكرت الله كثيرا في النهار، في اول النهار اذكار الصباح واذكار المساء وكذا في نص النهار، وانت بالطريق انت بالهي، فباذن الله راح تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله اعلم. السلام عليكم. يعطيك العافية شيخ. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، هلا أنا يعني كان في موضوع سفر، ويعني بدي إياها تتيسر بسرعة. شو الشيء بدي أدعيه وهيك؟ ادعي الله سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، فتيسير الامور يكون في كل شيء والله اعلم. الله يجزيك الخير. وجزاك مثل. عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، عندي سؤال بالنسبة للصدقة الجارية. حفر البئر، تم حفر بئر وبعد 6 شهور البئر جف، معناته هل صدقتنا الجارية توقفت؟ والله إذا انتهت لكم الأجر، يعني الأجر اللي استمر فيه نبع الماء بإذن الله لكم الأجر. إذا جاء هذا الماء في بعد فترة معينة مثلا والناس استفادت منه يعتبر جارية. ما دام انقطع فانقطعت الصدقة، لكن لكم الأجر عند الله والله أعلم. قال زين النبي شيخنا. إنما الأعمال بالنيات. شيخنا، بالنسبة لإطعام الطعام، هل يعتبر صدقة جارية أم صدقة في موضع ما وينتهي؟ لا يعتبر جاري. الجاري شيء جاري يعني اسمه جاري، كل يوم كل يوم كل يوم جاري يعني على طول مستمر. أما إنسان أعطى يعتبر له صدقة. قال النبي لك في كل ذات كبد رطب أجر، لكم أجر، لكن لا يعتبر جاري خلاص لأنه انتهت. سؤالي الثالث. الصدقة الجارية مثل حفر بئر ماء واستمر، مثل مثلا بناء جامع وكل واحد يجي يصلي فيه بإذن الله لكم أجر، هذا الشيء اسمه جاري مستمر. زين، في هاي الحالة شيخنا يعني كلنا نروح نعمل هاي الشغلات ونترك إطعام المساكين؟ لا بالعكس، طعموا المساكين واعملوا صدقات جارية، وناس مثلا تتبرع، وناس يعني تساعد المسكين. الأمر فيها متحمل، كله صدقات. شيخنا، السؤال الثالث، إذا إنسان عنده مبلغ هو حج واعتمر، هل يعطي المبلغ لشخص يحج أو يعتمر أم يوزعها على الفقراء في ظروف الخانقة؟ يريد كمان يحج ويعتمر، لأنه النبي قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. إيمة ما معه حق حج أو حق عمرة يروح لا يقصر، حتى لو كان حج واعتمر قبل 7 لو سنوات؟ حج 10 مرات، لو اعتمر 10 مرات يروح يتابع، لأنهما ينفيان الفقر والذنوب. جزاك الله خيرا شيخنا. وجزاكم من مثله. تفضل يا أخي فوق. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندي سؤالين لو سمحت يعني. السؤال الأول، في مرة زلمة متطلقين، أما 10 مرات مطلقين بعض ومرجعين لبعض، بس هاي أكثر يعني من سنين وسنين مع بعض، يعني 25 سنة مع بعض، وهلأ مرة تانية طلقها ورجع بده يرجعها لعنده، بس إنه ما بيآمن بشيء اسمه ديانة وهيك أشياء يعني، والمرأة إنه مؤمنة. يعني هو مو مسلم؟ هو يعني مسلم بس ما بيآمن بكلام رب العالمين، حاشا. تمام، إذا ما يآمن بكلام الله وبكلام النبي هذا ما هو مسلم، هذا كافر. فلا يجوز، لا يحل لها البقاء معه سواء طلقها ولا ما طلقها. لا يحل لامرأة مسلمة أن تبقى مع إنسان ما يؤمن بكلام الله. وبعدين إنسان إذا طلق، إذا كان مسلم إذا كان يؤمن بكلام الله وكلام النبي وطلق زوجته 3 طلقات متفرقات، حرام ولا يجوز الرجوع إليه والله أعلم حتى تنكح زوجا غيره. ممنوع أنه تضل معه أبدا. طيب سؤالي الثاني شيخ لو سمحت. هلا أنا لو امرأة ضلت مع رجل 100 سنة وطلقت 3 طلقات متفرقات وعندهم 100 ولد، ما يحق لها انه تضل مع هذا الرجل. طيب سؤالي الثاني لو سمحت شيخ، هدول الأولاد يعني أولادنا مثلا أولادهم بيكونوا هدول يعني
يعني خلص إنه من طريق الإسلام إنه مطلقين ورجعوا لبعض 1000 مرة يعني مثلا هلا ما في ألف يكونوا مرة، ما في. قال الله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق في الإسلام تنتين، يا يمسكها مثل العالم والخلق يا يطلقها. خلاص بدل ما طلقها ما عاد تحق له إنه ترجع له نهائيا حتى تتزوج واحد غيره. بس يا أخي فهمي، في ناس لحظة فهميني، في ناس عم يطلقوا 7 مرات 8 مرات 10 مرات، يروحوا يدفعوا للشيخ ولا يروحوا يلفوا يدوروا على الدين. هدول حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى إذا شيخ من الشيوخ أفتى لهم بالرجوع إلى بعد 3 طلقات متفرقات، هذا الشيخ عم يفتي لهم بالحرام. يعني أي شيخ إذا يفتي لإنسان يقول له روح ازني معناته يروح يزني، ولا إذا شيخ مثلا أفتى لفلان من الناس يروح يسرق يقول أحطه بذمة الشيخ، هو والشيخ عليهم حرام. أعوذ بالله. على كل حال أي إنسان إذا كان مثلا طلق زوجته 3 طلقات متفرقات ورد رجع له وجاب أولاد عم يجيبهم بالحرام. يعني وقت الغضب كمان ما بيجوز، ما صح يا شيخ؟ إذا وعى ما قال طلاقه واقع. تمام. بس في عليه أولادهم ذنب ولا لا يا شيخ؟ مشان الله ما لهم علاقة الأولاد ما لهم علاقة. هو وياها يعني محاسبين أمام الله، يعتبروا عم يضلوا معهم بالحرام. ما شاء الله يعطيك العافية يا شيخ. ولكم المثل. تفضل أخي فوق. اجى واحد قال أنا طلقت زوجتي 7 مرات، يعني السابعة. شلون يعني السابعة؟ لا يكون أنت مخربط. الثانية هي الثالثة. قال لا 7. طيب الرابعة مين أفتى لك إياها؟ حتى ترجع؟ ما عم اعرف. في شيوخ ما عم يخافوا الله، ولا كل واحد ما بعرف شلون عم يفتي، ما عم اعرف. في ناس عم تطلق 10 مرات و20 مرة و50 مرة ما يهمهم، لا يهمهم لا دين ولا يهمهم كذا. في اولاد، مالي ومال الاولاد انا. لو يكون عندك ذرية عشيرة، ما دام الشيء الحرام حرام. لو في يعني وجود الاولاد لا يحل الحرام ولا يحرم الحرام. فنصيحة لوجه الله، اي انسان اذا كان مطلق 3 طلقات متفرقات لا يروح على عند شيخ مشان الله افتي لي، ما فتاله يا يروح على الثاني ولا على الثالث ولا على العاشر مشان يفتي له اياها. اذا الشيخ قال لك السرقة حلال مو معناته انه كلام الشيخ صار حلال. اعوذ بالله. تفضل يا اخي لطفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هل يجب صيام كفارة اليمين 3 أيام متتابعة؟ لا يلزم التتابع. بارك الله فيك يا شيخ. وعليكم السلام. تفضل يا آدم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا في عندي سؤالين إذا سمحت. السؤال الأول بدي تفسير لآية كنت عم أقراها بالقرآن، ذكر فيها السكر والتفسير تبعها كان خمرا. بدي أتأكد من الشغلة. الآية بتقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا. سكرا يا أخي، يعني شيء يسكر العقل، هذا المقصود فيه، مو سكر وملح ما ذكر بالقرآن. يعني خمر هذا؟ نعم سكر. يعني هون محلل الخمر ولا محرم؟ يا أخي هن كان ياخذوا من يعني يجيبوا من الأعناب ومن النخيل ويساووه خمر، لكن الخمر حرم تحريم مؤبد. نعم جزاك الله خير. السؤال الثاني شيخ الله يخليك. والأزلام رجس من عمل الشيطان، والنبي قال في حديث حسن، قال النبي لعن الله الخمر إلى الأصناف العشرة. لعن الله الخمر وشاربها وسقيها وعصيرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه في رواية وآكل 8 وحاملها والمحمولة إليه، يعني إنسان يحملها أو إنسان هو وصل إنسان يجيب إياها. آدم تفضل. نعم شيخ. السؤال الثاني، إذا صاحب العمل بيسمح لي إني صلي صلواتي اللي بتكون بقلب العمل أنا عم أشتغل، بس صلاة الجمعة من ضغط الشغل ما بيسمح لي إني أروح على صلاة الجمعة. ما يحق لك أن تطيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية. قال النبي إنما الطاعة بالمعروف. وقال الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا أمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. أي إنسان ما عم يروح على صلاة الجمعة بسبب العمل هذا مرتكب لكبيرة من الكبائر والله أعلم. نعم بس تحملني شيخ الله يخليك، بجوز يكون فيها عذر الشغلة. أنا بأوروبا عايش وقليل كثير يعني إنه يكون تلاقي شغل عند مسلم. يا آدم لا تنتظر يا آدم حبيبي، لا تنتظر مني إنه أفتي أنا بفتوى إنه أنت تترك صلاة الجمعة بسبب العمل. كنت في أوروبا ولا كنت في إسبانيا ولا كنت في اليابان ولا كنت في أي منطقة بالعالم، لا تنتظر مني إنه أنا أفتي بترك صلاة الجمعة بسبب العمل والله أعلم. حاضرين شيخنا جزاك الله خير. دعاء بعد إذنك. تفضل يا أخي طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخي هلا بيجوز انه يشغلوا اذان بالتسجيل وانه ما حدا يأذن بالجامع؟ والله الاولى يكون صوت حي افضل، الاولى. تمام. وهلا كم عمره بتساوي حجه؟
هلا قال النبي في صحيح البخاري: عمرة في رمضان تعدل حجة. في رواية زيدت معي في البخاري، زيدت معي فيها المعي، كلمة معي فيها مقال، لكن عمرة في رمضان تعدل حجة. مو مقصود تعدل يعني انه انت سقط عليك الحج، لا. هلا لما نقول عن فلان انت مثل الاسد، مو معناته مثل الاسد له 4 رجلين، لا، ليس المقصود هذا، يعني هذا التشبيه. فلك اجر عظيم باذن الله، لكن لا تسقط عنك الحجة. لو عملت 1,000,000 عمرة لا تسقط عنك الحج، بدك تعمل حج اذا معك. تمام، مشكور. بتمنى انه تدعي لي بالتوفيق. اسال الله انه يوفقك ويوفق السامعين والسامعات، اللهم امين. تفضل اخي اللي فوق. مشكور. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخي شيخي أنا صاحب إعاقة بصرية. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. اكمل. شيخي أنا صاحب إعاقة بصرية، وصلاة الفجر وصلاة العشاء والمسجد بالفترة الأخيرة بصعب علي كثير جدا، بس دايما أنا بحاول وبمشي على عصا، بس دايما بصير معي مواقف محرجة جدا. حتى مثلا إذا بدي أروح أخذ بالخاطر في حدا توفى بدي أروح أخذ الواجب، فدايما أنا بستحي. فهل أنا يعني لازم أروح، والله إنه ليس على الأعمى حرج زي ما في القرآن؟ والله يا أخي إذا تستطيع تروح روح، لأنه جاء رجل أعمى يقال له عبد الله ابن أم مكتوم إلى النبي قال: يا رسول الله، إن المدينة قد كبرت وكثر علي أسباعها ولا أجد من يعينني إلى الذهاب إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في البيت؟ إلى أن قال له النبي: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال النبي: أجب. فروح ولا تلتفت، الدنيا كلها قصيرة. اللي يعقله علماء، شوف إنسان يعني فاتح عيون ولا يعني كان أعمى ولا كذا، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قد يكون إنسان مفتح بس قلب أعمى، لا تلتفت إلى هذا، روح وتوكل على الله والله أعلم إذا كان بإمكانك. الله يسعدك شيخي، حبيبي شيخي، شكرا. الله بك، حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، نزلت انت فيديو على الشاب بأوروبا مش لاقي زواج. أنا نفس القصة بس بفلسطين، يعني عمري 33 سنة، إلي سنين ومش لاقي زوجي. السبب؟ والله ما نلاقي الزواج. الله يبارك فيك. هلا مثلا اللي باوروبا يكون لاجئ باوروبا على الاغلب جاره مثلا يكون الماني او جاره يكون فرنسي، يعني اولاده فرنسيين او بناته فرنسيات، اللي مثلا اللي او سويسري. اما بفلسطين جارك مثلا يعني فلسطيني. انا بحجة ثانية يا شيخ، انا مطلق وعندي ولد، بهاي الحجة ما حدا بيرضى يجوز. ليه السبب؟ يعني اذا انسان كان مطلق وعنده اولاد، يعني اين المانع؟ كثير عندنا خلص هيك طبيعة الناس ما ترضى تجوز، بتخاف يعني بقول لك عنده ولد ومن اسأل أهل الصلاح، اسأل أهل الصلاح يدلوك على امرأة صالحة. حاولت السنين، تعبت يعني الصراحة. بتمنى من الناس يدعوا لي، اللي سامعيني حضرتك واللي سامعيني يدعوا لي توفق زواجي. يرزقك زوجة صالحة، ولكن ادعي الله سبحانه وتعالى لا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا هو. بدعي بس بتمنى يعني الله يستجيب. بتمنى الكل يدعي لي يعني. موجودين صحوف بإذن الله راح يدعو لك يا أخي، حفظك الله. تفضل يا أخي يقول. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض العلماء بيقولوا إن الأرض مسطحة ليست كروية. والله يا أخي إذا كانت كروية ولا مسطحة ولا كانت مثلثة، الله سبحانه وتعالى لن يسألنا عنها يوم القيامة، لأنه ما نعرف. لأنه في علماء يقولون إنه مسطحة، في علماء يقولون لا هي يعني كروية، لأن الله قال يكور الليل على النهار، فلا يكون تكوير الليل على النهار أو النهار على الليل إلا إذا كانت الأرض كروية. قال الله: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ما قال بعيد. هذا قول لبعض العلماء الذين استدلوا بكروية الأرض، منهم من يقول لا أنها مسطحة. على كل حال الله أعلم بها، الله لن يسألنا يوم القيامة هل هي مسطحة ولا كروية، والله أعلم. يعطيك العافية. وعليكم السلام. تفضل يا أخي. طيب اللي فوق تتكلم، واللي فوق. طيب زكريا، تفضل يا زكريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أيمن، بدي أسألك سؤال. هلا في شخص مثلا أخذ طلب مني إنه يشغل لي مصاري، مثلا إنه أعطيته $4000 إنه ل3 أشهر أو 4 أشهر يشغلهم، وأعطيته إياه هو ما شغل، وهو روفى فيهم دين، وبعدين رجع لي إياه قال لي إنه ما طلع مربح. هذا الشيء حرام؟
خلاص اذا ما طلع مربح ورجع لك مالك لا شيء عليك. لا هو اساس انه بده يشغل لي اياهم، انه معه هو بالشغل انه يطلع لي مربح منه، بس هو ما هو مشغلهم، هو روى دين فيهم وبعدين قال لي ما طلع انه مربح ورجع لي اياه. يكذب على حاله، هذا يكذب على حاله. على كل حال اثمه على نفسي ولا شيء عليك، اثمه على نفسه. هو اللي عم يكذب على عالم وعم يتسلبط عليهم، اثمه على نفسه سيحاسب يوم القيامه. هلا بالسؤال الثاني، هلا السداجه بالبيت انا بمدها بصلي عليها اوقات بتركها محلها، في حرام انه اشيلها اللي عايفه محلها ما بأثر؟ ليش المساجد يعني السجاده اللي بالجامع يشيلوها كل ما يصلوا ولا يخلوها مثل ما هي؟ خلوها. خلاص شو هنا يا اخي. تفضل اخي اللي فوق. السلام عليكم شيخنا، الله يسعدك. السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا بس بدي توضيح حول حديث الداجن. نحن هون احيانا نجلس مع ناس ونتناقش بهذه الامور، فلو سمحت لو يعني الآية اللي كانت مكتوبة وإجت مثلا الفارة أو الدابة وأكلت هذه الصحيفة. نعم، هل هذا صحيح هذا الحديث؟ نعم هو أنا حبيبي. صراحة ما أخذ بكل أحاديث البخاري، أولا في فأنا بدي توضيح. يقول إنه في سنده مقال، هو مجموعة من العلماء من حسنوه لكن في سنده مقال. على كل حال افرض إنه أكلته الدابة ولا كذا، هل الله سبحانه وتعالى حفظ كلامه ولا لا؟ أكيد. يعني سواء وصلتنا هالصحيفة ولا ما وصلتنا، كلام الله وصلنا ولا ما وصلنا؟ صحيح ما في شك. الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني وإذا كان حتى إذا كان مثلا اجت دابة وأكلت مثلا يعني من أوراق المصحف، يعني هل المصحف تغير شيء؟ هل ضره شيء؟ أكيد لا شيخنا، أكيد لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بدي أسألك على التسوق الهرمي. والله يا أخي أنصحك بالبعد، لأنه فيه شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنت لما تجيب 2 والاثنين يجيبوا 4 والأربعة يجيبوا 10 وبعدين الآخر شيء الشركة تسكر وتروح، أنت هدول الاثنين اللي أنت جبته راح يقولوا إن إحنا ما كنا نعرف الشركة، أنت اللي جبتنا، وهدول الاثنين اللي جابوا 4 الأربعة راح يجوا على الاثنين، والثمانية اللي جابوا هدول، فراح يصير وجع راس. أنصحكم بالبعد. والمنتجات عم يقولوا كلها طبيعية، يعني منتجات طبيعي يعني. يا لف ودوران كثير، أنصحك بالبعد لوجه الله. تفضل أخي اللي فوق. الله يعطيك العافية. وعليكم السلام. السلام عليكم، يعطيك العافية. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا أنا عندي شغلة، أنا في جارتنا مثلا هون معنا بالحارة متزوجة، تمام؟ وصار شيء بيني وبينها أنا 3 مرات، يعني إنه زنا يعني بيني وبينها. حبيبي الله يبارك فيك، حسبي الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال الله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أنا لا أعلم الغيب حتى كنت أعرف أنه أفصل قبل ما يتكلم. المفروض الإنسان لما يسأل سؤال لا يقول أنه أنا زنيت، أعوذ بالله من هذا. قال النبي كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة بالمعصية أن يرتكب العبد ذنبا ليلا فيستره الله فيصبح فيكشف ستر الله عليه. أي إنسان بده يسأل سؤال لا يقول أنا فعلت كذا وكذا، أعوذ بالله. يقول فلانا من الناس، يعرض بالسؤال فلانا من الناس فعل كذا وكذا، أما أنه يجي يفضح نفسه أمام الخلائق. قد تكون المكالمة مسجلة، قد يكون حدا يعرفك فأنت تفضح نفسك، وأعوذ بالله من هذا. أعوذ بالله من هذا. في مرة ثانية اسأل، عرض في السؤال، قول فلانا يفعل كذا وكذا، لا تفضح نفسك. أنا فصلت لوجهك، لا فصلت بوجهك، لا يروح بقلبك شيء تجاهي، أنا مشانك مشان أحافظ عليك. هاي وحدة. أو اسأل غيري أفضل، والله أعلم. تفضل أخي اللي تحت. بارك الله فيك يا شيخ أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ أيمن من باب الاجتهاد من فضلك، لحظة قبل السؤال، قبل السؤال، الأخ اللي قبلك عرفت أنت ليش فصلته أنا ولا ما عرفت؟ فهمت عليك نعم. الحمد لله. يعني أخشى أنه ما يكون فهموا علي الناس، مشان هيك الأخ اللي فصلته لا يبقى شيء من يعني في قلبه تجاهي، والله للحفاظا عليه حتى أستره، لأنه النبي في صحيح مسلم قال من ستر مسلما ستره الله. أكمل يا أخي. بارك الله فيك. شيخ أيمن في باب الزكاة، هذا من باب الاجتهاد شيخ أيمن، وهنا نحن على أبواب الزكاة. هل ممكن مبلغ من الزكاة أعطيها لأحد ولا أقول له هذه، ما نقولش هذه زكاة؟ نعم يجوز. هذا لا افهم علي يا شيخ أيمن. لكي من باب الاجتهاد أعطيه مبلغ اشتري له، اقول له اشتري بضاعه وتاجر فيها. لا. ولكن هذا لا، لحظه يا اخي، ما بيحق لك انه انت تعطي لفلان من الناس تقول له هاي مال وروح اشتري فيها بضاعه وتاجر، ما يحق لك. انت تعطيه المال وهو يتصرف فيه على كيفه، هو فقير، هو اعلم بحاجته منك.
قد يكون مثلا هو عليه دين يروح يدفع الدين، قد يكون عليه سداد اجار بيت او كذا، هو اعلم بنفسه منك، انت ما لك حق انه تشترط عليه نهائيا. بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخ ايمن، بارك الله فيك، ربي يجازيك. السلام عليكم. يعني انسان مرضان تروح انت تعطيه زكاه المال، قل له هاي مشان تروح مثلا تروح تساوي عمليه او تروح تدفع اجار، ما لك علاقه، انت تعطيه المال وهو حر بنفسه، الا اذا كان سفيها فهذا امر اخر، قوم نفسك مقام ولي السفيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ما بعرف، مو صورتك مو طالعه عندي. المهم استاذ ايمن بس السؤال. هل سامعني؟ نعم اسمعك. استاذ ايمن بس سؤال، الحين يعني من انخلقت البشريه وكذا، هذا حجم الانسان يعني ولا تغير على مدى الزمن ومتى تغير؟ لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم خلقه في السماء طوله 60 ذراعا، لكن البشرية من بعد آدم بلش تقصر قليلا قليلا والله أعلم. لحد ايمت بالله حتى يعني الله أعلم، الله أعلم لأيمت، هذا أمر موكول إلى الله وحده والله أعلم. استاذ ايمن سؤال ثاني، العمر بالله العمر كم كان مثلا اول؟ والله يا أخي كان في أحيانا مثلا نوح عليه السلام لبث في قومه مثلا 1000 سنة إلا 50 عاما، وآدم قيل أنه عاش 1000 سنة، وكذا موسى عاش كثيرا، ويوسف ويعقوب كثير عاشوا، في من عاش 300، في كان عاشوا 500، في كان عاشوا 700، الله سبحانه وتعالى أعلم. لكن هلا الأعمار عم تنقص، يعني نادرا ما إنسان يتجاوز 100 بهالزمان، نادرا والله علمه عند الله، كل بيد الله سبحانه وتعالى. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح اللي بيقول أعمار أمتي ما بين 60 أعمار أمتي بين 60 في سنة، بين 60 و70 في سنده مقال ضعف. جزاك الله خير استاذ ايمن. جزاك مثلي. تفضل يا اخي اللي فوق. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ هلق قبل دور سيدنا محمد شلون كان الزواج والنكاح؟ يعني كان في عقد قيران ولا شلون؟ كان في على طريقتهم، لكن تلك امتهم قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. شو كانوا عم يعملوا؟ شلون كان؟ هاي ما لنا علاقه نحن، لهم شريعتهم الخاصه فيهم. يعني مثلا بني اسرائيل كان لهم شريعتهم الخاصه فيهم، لان الله قال لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. قوم لوط، قوم ادم، قوم عفوا ابراهيم، كل واحد له كان شريعه خاصه، نحن ما لنا علاقه فيهم، كيفيه الله اعلم. تمام شيخ، الله يجزيك الخير. جزاك مثلي. تفضل يا اخي اللي فوق. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ هل يجوز اني اقرا من المصحف بالبيت بختمه ومن الجوال بختمه ثانيه بالشارع او بالمسجد؟ انا اسالك سؤال حتى نصل لحل انا وياك، هل القران او مثلا الكتابه تبع القران في المصحف اللي عندك بالبيت تختلف عن الكتابه اللي موجوده مثلا في الهاتف؟ يعني الم نشرح لك صدرك هي الم نشرح لك صدرك في المصحف ولا تختلف؟ لا هي نفس، بس انه انا اقصد انه ختمه بالبيت وختمه بالجوال. نعم يجوز. قرأت صفحة من المصحف وقرأت صفحة من الجوال، أكملت صفحة ثانية مثلا من المصحف، أكملت صفحة ثالثة من الكمبيوتر، أكملت صفحة رابعة من عقلك، تعتبر لك ختمة إذا خلصت القرآن. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك مثلي. القرآن واحد لا يتعدد. تفضل خلي فوق. حبيبنا السلام عليكم. وعليكم السلام. في واحد سوى بيت جديد زينه ما شاء الله، ووضع فيه من الأساس ما شاء، ويعني حسد في هذا البيت وصار فيه مشاكل، فجاء يعني بسطل من الماء كبير وقرأ عليه آيات الرقى الشرعية، ويعني مسح به البيت ورش في أركان البيت. هذا الأمر فيه شيء؟ ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة يعني يجيب الإنسان مي ويقرأ عليه ويرشه بالبيت، والله ما ثبت عن النبي. حتى بالنسبة للرقية إنسان يجيب مي ويقرأ عليه، هذا ما ثبت عن النبي، وأقطع أنه لم يثبت عن النبي. هو من العلماء من أجازه قياسا على النفث، لكن على كل حال بإمكانه يقرأ سورة البقرة كاملة، لأنه الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعوذ نفسه بالمعوذتين وقل هو الله أحد، يرقي نفسه بآية الكرسي بالفاتحة مع ملازمة الدعاء، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله أعلم. طيب سؤال تاني، الزوجة أو النساء عامة، هل في شيء محرم للشعر غير النمص؟ وصل شعر بشعر كبيرة من الكبائر. في غيرها؟ ما في غيرها، أنهم لا تمص، والباقي مثلا شعر الجسم كله يجوز أن تزيله. نعم جزاكم الله خيرا. جزاك مثلي. تفضل يا أخي عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للأضحية، الشاة، الخروف
او الغنمه نفس يعني نفس والله يعني نفس عمر عم تسمعني؟ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما إذا كان غنم فمن الغنم 6 أشهر فصاعدا، لأن النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة هي التي سقطت أسنانها اللبنية وظهرت لها سنين في المقدمة. قال النبي لا تذبحوا إلا مسنة. من الغنم تقريبا 6 أشهر فصاعدا، من المعز سنة فصاعدا، من البقر تقريبا 2 سنين فصاعدا، من الجمل 5 سنين فصاعدا، والله أعلم. ونبه على مسألة إنه السمنة لا تقوم مقام السن. يعني جزاك إذا الله كان خيرا. في مثلا لك بمثل، يعني إذا كان في خروف وهذا الخروف مثلا وزنه 70 كيلو وهو لسه ما يعني ما طلعت له يعني ما سن يعني ما طلعت له سنين في المقدمة، ما بيجزي عن السن، لازم يكون مسنة. يعني مثلا يكون طلعت له سنين في المقدمة، والله أعلم. تفضل يا أخي. لو كان أسمى من المسنة ما بيجوز. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، نحن في عنا مشكلة، نحن اللي ساكنين بأوروبا وبشمال أوروبا في عنا مشكلة مشان مواعيد الصلاة أو مواقيت الصلاة. يعني إنه هلأ أنا ناطر لبعد نص ساعة مثلا لتصير العشاء، بدي صلي العشاء وبدي نام، يعني بتاخذ معي أكثر من نص ساعة ساعة لنام، الساعة 12 ولنفترض نمت. عنا الفجر بيبدأ أذان الفجر الساعة 3 ل 4:30. أخي جمعة الله يبارك. لحظة، في كتير بأوروبا مثلا بده يناموا، يعني يصلوا المغرب ويناموا مشان يفيقوا بكير. أخي أنصحك نصيحة لوجه الله، بإمكانك تصلي صلاة المغرب وتضبط المنبه قبل الفجر ب10 دقائق أو ربع ساعة، تفيق تصلي صلاة العشاء، لأنه صلاة العشاء لا ينتهي إلا لما يطلع الفجر، وهذا قول الجمهور. فتصلي العشاء وتنتظر بس يدخل وقت الفجر تصلي الفجر، هيك أدركت العشاء وأدركت الفجر. أستاذي الكريم، ما صلاة المغرب هي كانت يعني تماما قبل شيء ساعة، يعني لو صليت المغرب ونمت هلا فلصلاة الفجر بيكون في 4 ساعات فقط، وأنا شغلي مثلا على الساعة 6 الصبح أو 5 الصبح، إذا بدي فيق الساعة 4 مثلا ما بدي فيق من أول طيب وقت. معلش، طيب تمام، ما في مشكلة. أنت فرضا إنه مثلا صليت المغرب، يعني ما راح تفيق على صلاة الفجر؟ إذا صليت المغرب والعشاء يعني ما راح تفيق على صلاة الفجر؟ تماما بدي فيق، بس أنا السؤال، أنا إذا فقت الساعة 4 بس، يعني لحتى تفهم شو قصدي، أنا إذا فقت الساعة 4 وصليت مثلا الفجر، ما هو بعدها ما عاد فيني نام، بدي أنا أنطر لحتى عملي يبلش الساعة 6، فما عاد أنا فيني نام، فبيكون أنا عمليا ما عم بنام باليوم غير 4 ساعات أو 5 ساعات على الأكثر. أنت عملك أي ساعة؟ يعني المشكلة أحيانا بيبدأ 5:30، أحيانا بيبدأ 6، أحيانا 6:30، يعني 5 ولا 6 تطلع الضوء ولا ما يطلع الضوء؟ طبعا بيكون طالع. تمام. شو بدك تصلي الفجر؟ ايمت راح تصلي الفجر؟ اذا انت عم سؤالي انا مو هون سؤالي، انه احنا عم نعاني من هالمشكله، انه اذا بدي فيه قبل ما تطلع الشمس وبصلي الفجر بوقتها قبل ما تطلع الشمس، فعمليا انا ما نمت 3-4 ساعات. حبيبي انت اي ساعه تحل من الدوام؟ اي ساعه تحل من الدوام؟ يعني في 5-6 المساء، 4-5-6. اي ساعه يأذن المغرب؟ المغرب عنا تقريبا حاليا فينك تقول 10 إلا 10 دقائق بالساعة. عندك 5 ساعات. لحظة، عندك 5 ساعات، نام 5 ساعات وبعدين بعد صلي المغرب وكمان نعمل لك 3-4 ساعات قبل العشاء بربع ساعة أو 20 دقيقة قبل الفجر ب20 دقيقة، صلي العشاء وصلي الفجر، هون نمت لك 9 ساعات، يعني 9 ساعات يكفي وزيادة. إيه تماما، بس انه المشكله انت لما عم تجي من الشغل يا اخي الكريم ما فينك تنام دغري، انت في عندك مسؤوليات بالبيت وفي عندك امور اخرى. انت تنتظر مني انه افتي لك اترك صلاه العشاء واترك صلاه الفجر؟ لا. تستنى مني لحظه، او تستنى مني فتوى انه افتي لك انه يلا بصلاه المغرب اجي صلي صلاه المغرب وصلاه العشاء وصلاه الفجر؟ شو تستنى مني؟ لا مو هيك قصدي، انا قصدي عم بصلي المغرب بوقتها وعم بصلي العشاء بوقتها، قصدي انا بالنسبه لصلاه الفجر انه انا اذا صليتها بعد طلوع الشمس يعني انه غضاء يعني. يا أخي ما بيجوز، بدك تصليها في وقتها، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها مواقيت محددة تصلى فيها. صلاة أقسم بالله العظيم ركعتين الفجر، مو الفرض، السنة، ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني خيرا من عملك ومن سيارتك ومن الدنيا كلها، فما بالك بالفرض؟ لا تضيع. جزاك الله خيرا. جزاك مثلي، لاقي لك أي حل. سوي حالك غاسي من برا. السلام عليكم. تفضل. شلونك شيخ؟ حفظك الله. عمر عندك ضجة، في وقت آخر ما يكون عندك ضجة اتصل. عمر تفضل يا عمر علي. أعيد السؤال. الخروف أو الغنم نفس الثواب؟
والله كل ما كانت سمينة كل ما كان الأجر أعظم. يعني ما في فرق، بس الوزن كل ما كان زاد كل الوزن. ما كانت سمينة كل ما كان الأجر بإذن الله أعظم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قد يكون مثلا إنسان يجيب لي مثلا خروف ناعم، وقد يكون إنسان يجيب لك تيس أو يجيب لك غنم كبيرة تكفي مثلا 50 بني آدم أو 50 بيت، وقد واحد يجيب خروف مثلا وزنه مثلا 10 كيلو ولا 15 كيلو ما بكفي له مثلا 15 بيت. أيهما كل ما كانت شيء يعني مثلا كل ما كانت أسمن بإذن الله الأجر أعظم، والله أعلم. في ضجة. الو اسماعيل تفضل. شيخي عندي بس سؤال واحد محتار فيه، كثيرين عالم عم يقولوا لي لا مو مزبوط. لا مو مزبوط. هلا الذكر حلال ولا حرام؟ الذكر حلال. هلا في كثير عالم مثلا عم يقولوا لي لا الذكر محرم مو محلل، مثلا المديح انا ما افهم عليك. ذكر الله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله الله امرنا. تمام. في كثير عالم عم يضربوا مثلا السياق وما سياق، يقول لك هذا حرام هذا مو حلال. شلون يعني يضربوا السياخ؟ مين اللي امرنا انه نضرب السياخ؟ شفت النبي ضرب السياخ ولا الصحابه؟ سمعت الصحابه ولا المذاهب الاربعه ولا التابعين؟ شفت حدا او سمعت حدا انه كان يضرب السياخ؟ لا هن عم يقولوا مثلا الشيخ قال محلل، يعني انا اعطيكم اذن اضربوا. الله والنبي امرنا يا حبيبي، الله والنبي امرنا ان نضرب السياخ. جاوبني. لا طبعا. خلاص انتهت القصه. شيء الله والنبي ما امرني ليش افعله؟ تفضل يا اخي محمد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله الله. يعطيك الف عافيه. الله يحميك ويحفظك. بارك الله. نحن مشان الدعاء شلون واحد بده يدعي؟ انه باي وقت بالصلاه انه لازم يدعي الدعاء؟ والله يا اخي بالسجود، النبي قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بامكانك تدعي بين الاذان والاقامه، يعني قبل اقامه الصلاه بامكانك تدعي، لانه النبي قال الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد. وكذا بالتشهد في التشهد، لانه عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله وكفه في كفي التحيات الى ان بلغ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال ثم اتخير من الدعاء اعجبني، يعني قبل السلام ادعي ما كتب الله لك ان تدعي، وكذا بعد الصلاه. لان الله قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الصلاه هي عمل خير، والنبي قال لمعاذ يا معاذ اني لاحبك لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والله اعلم. يعني قبل ما اسلم بدي اربطها بالصلاه، ما هيك؟ نعم في السجود ادعي. صلاتي في السجود كمان ادعي. ايوه انه السجود تكون قريب من الله قبل ما اسلم. تمام جزاك الله خير على راسي. ياسر تفضل يا ياسر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ احتاج اتواصل معك على الخاص، كيف؟ اخي ياسر ابعث لي على الخاص، اذا شفت الرساله راح ارد عليك، اذا ما شفتها حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تعذرني، لانه والله ضغط رسائل كثير. انت ابعث لي اذا شفتها راح ارد، اذا ما شفتها حسبي الله ونعم الوكيل. هو مشان سبب طلاق يعني صاير، مشان مفتي. تمام حبيبي، بعث لي انت على الخاص، اذا شفتها باذن الله راح ارد، ما شفتها اعذرني، لانه والله عم يجي ضغط رسائل وعم تنزل رسائل كثير ما عم الحق. انا برد باليوم ارد لي على 10 على 15 على 20 رساله، لانه باليوم عم تجيني اكثر من 200 رساله، عرفت علي؟ سواء كان على الماسنجر تبع الفيسبوك ولا على الانستغرام ولا هون، ما عم الحق ارد على العالم كله. فانت ابعث. راح ابعث لك رقمي انا باذن الله، اذا شفت راح ارد عليك، ما شفت ما اوعدك، لانه والله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. تفضل يا اخي فوق. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخي اقسم بالله العظيم انا طلعت لعندك على الجيت بس مشان اسلم عليك واقول لك السلام عليكم والله يوفقك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. بلغ السلام محله ولك بالمثل، حفظك الله. تفضل يا اخي أسمع. بس شيخي عندي طلب. بس شيخي انا ابوي متوفي، بس بدي رحمه على روح ابوي بس. الله يرحمه.
شكرا شيخ. أسأل الله جل جلاله أنه يرحمه ويعفو عنه ويعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم آمين. السلام عليكم شيخي. آمين. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي عمر. السلام عليكم شيخ أيمن. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا الدعاء شيخ أيمن عندي سؤالين. السؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أنه لما ندعي ونحن موقنين الإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالاستجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب لاهٍ ساهٍ في سنده ضعيف والله أعلم. حديث ضعيف ضعفه أبو إسحاق الحويني وغير واحد من العلماء. طيب شيخي، أنا إذا أخذت أذكار الحفظ مثلا الصبح والمساء، في أذكار كتير يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث سمعت أنه صحيحة عن الحفظ. يعني أنا اليوم مثال عم بضرب لك مثال، إني أنا إنسان هون كتير الناس عم تعيش حالي بتخاف من الترحيل كذا، فأنا أخذت أذكار وطلعت. هل أنا لازم أتيقن إنه خلص هذا يقينا إنه راح يحفظني هذا الذكر اللي أنا أخذته؟ توكل على الله، الله هو الذي يحفظ. قال الله سبحانه وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكن على ثقة أنه ما بيتحرك شيء بهذا الكون إلا إذا أراد الله، كله بيد الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، كله مقدر. فأنت ادعي الله سبحانه وتعالى وآمن بالقضاء والقدر والله أعلم. طيب شيخ أيمن، سؤالي الثاني هيك على السريع. هلا أنت بتعرفون الوضع بتركيا مشان وقت صلاة الفجر عم يتأخر 3/4 ساعة. أنا كنت إنسان، يعني أنا ما عم بحكي حتى أزكي نفسي، بس مشان أطرح سؤالي. أنا كنت إنسان مداوم على صلاة الفجر عم أنا كنت يعني أصلي قيام الليل وأستنى حتى يأذن الفجر وأكمل، بس هلا بلاقي مشقة علي. يعني إذا بدأ أقوم آخر ساعة من جوف الليل وأستنى 3/4 ساعة لأروح على المسجد، عم بصير علي مشقة وأنا بشتغل دوام 10 ساعات. شوف، في قول الأحناف يجوزون تأخير صلاة الفجر يعني 40 ولا 50 دقيقة، لكن جمهور العلماء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. متى ما دخل الوقت جاز لك أن تصلي الفجر. لو تأخر المؤذن، العبرة في دخول الوقت وليست في الأذان. متى ما دخل الوقت جاز لك أن تصلي الفجر. شيخ أيمن، أنا سؤالي، أقوم آخر ساعة من جوف الليل أفضل ولا أفيق عند أذان الفجر وأروح أصلي في المسجد بوقت متأخر أفضل؟ ما أفهم عليك، أنت عم تقول يتأخر، يعني يتأخر الأذان، هو دخل الوقت. أنت لما يدخل وقت الفجر شلون بدك تصلي قيام الليل؟ ما انتهى قيام الليل. متى ما دخل الفجر انتهى قيام الليل. يعني هون برأيك أنا أصلي الفجر فورا بما أنه دخل وقته، ولا أستنى؟ يدخل وقت الفجر حبيبي، إيمت يدخل وقت الفجر؟ فرضا الساعة 4، أنت قوم الساعة 3، هاي عندك ساعة كاملة بإمكانك تصلي، لأنه هذا الثلث الأخير من الليل. ادعي يعني هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم قال: يتنزل ربكم في الثلث الأخير من الليل، فهذا وقت الثلث الأخير أو قبله بقليل كمان. يعني ما في وزر إن شاء الله؟ وزر شو؟ يعني إني زمان رحت صليت في المسجد؟ لا، تصلي في المسجد أفضل كمان، صلي في المسجد أفضل، صلي جماعة طيب أفضل جماعة. تفضل أخي عبد الله. شكرا شيخ أيمن. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، بس عندي سؤال بخصوص ابن تيمية. ما به؟ في البعض يقولون أنه كفر الأنبياء والصحابة. يا أخي، إذا واحد قال لك بكرة العيد معناته بكرة العيد؟ لا خلاص يا أخي، لا تلتفت إلى هؤلاء. كل واحد يعني ما عنده علم، حفظ لي آية ولا حديث ولا بيت شعر وجاي يكفر فلان ويكفر فلان ويتكلم على فلان ويتطاول على العالم الفلاني. لا تلتفت إلى هؤلاء. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح مثقال الصخر بديناري. لا تلتفت إلى كل واحد يطعن بالعلماء، لا تلتفت إليهم. طيب شيخ، من رد عليهم؟ من رد على ماذا؟ على الذين يقولون ان ابن تيمية كفر الانبياء والصحابة. نعم، جيب لي دليل. يقول له جيب لي دليل. يقول في كتاب سماه الكتاب ولكن لا ولا يعرف يقرأ الكتاب. هو صدق ولا يعرف يقرأ الكتاب. هذول هدفهم بس الطعن، هذول هدفهم بس الطعن. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخي محمد. الله يعطيك العافية يا شيخنا.
يا شيخنا لو سمحت، أنا مدين واحد مبلغ مصاري من زمان، من سنتين. ثم وصار لي كثير مشاريع افتحهم وهو ما معه يرد لي هذا المبلغ. ثم ما السؤال؟ السؤال يعني أنا في شيء بيخص هذا الموضوع ولا كيف بعمل؟ والله يا اخي الواجب انه يرد لك مالك. اذا مثلا اذا اول شيء انت كان بامكانك انه انت تستنى عليه لانه معسر، لان الله سبحانه وتعالى قال وان كان ذو عسرة فنظيرة الى ميسرة. اذا كان بامكانك انه انت مثلا تمهله لحتى يصير معه فهذا حسن ولك الاجر باذن الله. اما اذا كان معه وما عم يعطيك، فقال النبي في صحيح البخاري مطل الغني ظلم، فهو عم يظلمك والله. هلا هو ما معه لا ابدا. تمام، انطره لحتى يصير معه ولك الأجر بإذن الله. لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يقول لرجل ماذا فعلت من خير؟ يقول والله ما فعلت، أو يقول ما فعلت خيرا قط يا رب، إلا أنه كان لي غلام كنت أدين الناس وأبعث هذا الغلام عشان يأخذ الدين. كنت أقول له انظر إلى إنسان معسر إذا كان ما معه فيعني تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، قال الله قد تجاوزت عنك والله أعلم. فإذا كان معسر تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنك. تفضل أخي فوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال، عشان صاحبي بيضل يحكي مع بنات كثير، يعني شو حكمه هذا؟ والله يا أخي مثل ما الإنسان يحب إنه ناس، إذا كان يحب الناس يحكوا مع أخواته البنات فحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أي إنسان عم يحكي مع بنت ويطبقها ويضحك عليها أو هي تضحك عليه، هدول كلياتهم يعني سيحاسبون وكلها في ميزان سيئاته، لأنه كل عمل يعمله الإنسان سيكون يا إما في ميزان الحسنات أو في ميزان السيئات، وتلك مفسدة والله لا يحب الفساد. قال الله ولا تقربوا الزنا. تفضل يا أخي صالح. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام.